طيب في الفيديو ده احنا هنشوف ازاي نغير شكل التليجرام من الشكل الابيض ده للشكل التاني بتاع الايفون، وبرضو من الشكل ده هنخليه للشكل التالت خالص اللي هو الدارك مود في وضع نسخة الايفون بتاع التليجرام. طيب في النسخة ديت هتلاقي الوضع الفاتح زي ما انت شايف قدامك كده، لو جيت تفتح اي شات ولا حاجة هتلاقي ده منظر الشات، وبرضو لو انت جيت تخش على اي بروفايل زي ما انت شايف كده هتلاقي البروفايل بالمظهر اللي انت شفته ده. وده طبعا الدارك مود بتاع النسخة، يعني شكل رايق جدا وكمان مريح للعين. عندك بقى في النسخة ديت هتلاقي الشكل اللي هو الابيض اللي قدامك ده شكل رايق، وعندك برضو الشريط اللي تحت كله ايفون. ولو انت جيت تفتح اي شات وتبص على الدنيا كده وتدخل هنا على علامة التمس، هقول لك دلوقتي علامة التمس عشان تشغلها صح هتشتغل معاك ازاي، لان انت كده لو جيت تضغط على اي مسج بص هيجيلك علامة التمس عاملة ازاي. المسج بتاعت العلامة هتجيلك على الرسالة وكمان الايموجي، فده هيخفي الرسالة. فانت تابع الفيديو عشان تقدر تعرف ازاي تظبط علامة التمس. طيب لو احنا جينا بقى ندخل على الاعدادات بتاعت النسخة كده ونبص على الدنيا نشوف احنا نقدر نعمل. هتفتح الاعدادات بتاعت الام جي جرام، هتلاقي عندك اول حاجة فوق على اليمين كده اسمها المحادثة. كل ما تضغط عليها تظهر لك القائمة اللي انت هتشوفها دلوقتي. تأكد ان انت مفعل فقاعات عام بتاعت الاي او اس. لو طلعت فوق هتشغل برضو النمط بتاع المسجات وشكل المسجات من مره اللي هو النمط بتاع الاي او اس. برضو عندك بقى حاجه مهمه اسمها البلور افكت، اللي هو التاثير بتاع البلور بتاع علامه الطمس، وقيمه التاثير بتاعه الشفافيه انت بتعدلها بتظبطها بقى انت وتروق الدنيا كده. ونفس الاعدادات اللي انا عاملها دي كلها لازم تعملها تمام، يعني لازم تشوف انت انا عامل ايه ومفعل ايه وتعملها برضو. القائمه اللي عندك دي بقى هتلاقي في حاجات كتير متفعله زي ما انت شايف كده. كل الحاجات اللي متفعله دي الغي تفعيلها زي ما انت شايف برضو كده، وخليها من غير ما تكون اي حاجه فيها متفعله خالص. وبس كده يبقى انت كده خلصت كل حاجه. طيب وبعد ما خلصنا كل حاجه خاصه بعلامه الطمس هنخش بقى على كلمه عام، ومن هنا تقدر تغير في شكل الايقونه اللي عندك فوق دي، وتخفي صوره البروفايل او تظهرها، او ان انت تعمل بلور على صوره البروفايل او تسيبها زي ما هي، اللي هو دي اعدادات براحتك، يعني انت عادي ممكن تلعب فيها براحتك، دي حريه شخصيه. انماط الخط بقى انت ممكن تختار الخط او ممكن تسيب النسخه بخط الفون العادي، او تدوس على انماط الخط وتضغط على انماط الخط من هنا، تختار بقى الخط اللي انت عايزه. عندك خطوط كتير، انا مفعل الخط اللي هو الايفون التقيل ده، هتفعله هتلاقيه ظبط في كل النسخه، والنسخه كلها بقت بخط ايفون. ونشوف الدنيا هتبقى ظبطت ولا لا. هتلاقي عندك الخط رجع، هتدخل على اعدادات ام جي جرام تاني، وهتدخل على عام لو حبيت ان انت تعدل على اي حاجه. بعد كده بقى نبدا ندخل على مزيد من الاعدادات. هتلاقي عندك سرعه التحميل، لو انت عاوز تشغلها بتفعل العلامه اللي تحت دي، وبعد كده بتختار كلمه اون بتبقى متفعله معاك. بعد كده بقى بترجع لورا بتلاقي عندك الشاشه الرئيسيه، تدخل عليها. لو انت عاوز تخلي اي حاجه ايفون يعني فعل نفس الاعدادات اللي انا عاملها دي كده، هتخلي لك النسخه اللي معاك كانها ايفون بالظبط، بحيث بقى ان انت لو عاوز تظهر شريط البحث او لا مش عايز تظهره براحتك، يعني دي حريه برضو شخصيه. وبقيه الاعدادات بقى معروفه وواضحه يعني زي ما انت شايف، يعني شريط الاي او اس السفلي، او تخفي ان انت الزر العالي، او نمط شريط المجلدات اللي هو بيبقى عندك تحت ده، او تظهر علامه التبويب عند اعاده التوجيه. وكل الاعدادات يعني واضحه وشرح نفسها، يعني الموضوع مش جديد ولا الموضوع مختلف. تطلع بقى بره خالص وتجيب بقى الاشعارات والاصوات او الخصوصيه والامان، وهتلاقي عندك حاجات كتيره تحت كده انت تقدر تعدلها زي ما انت عايز. كل ده طبعا مش هيفرق في اي حاجه في اعدادات النسخه، انت بتلعب في الاعدادات بتاعه رقمك تمام. يعني الاعدادات بتاعه النسخه احنا خلاص كده احنا ظبطناها وخليناها ايفون والدنيا بقت جميله. بعد كده الاعدادات التانية ديت لو انت حابب ان انت تعدل حاجه فعلا في اعدادات التليجرام وكده، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك، والحاجه اللي انت عايز تعدلها سواء بقى في التنزيل او في غيره هتلاقي ان الموضوع بقى كويس معاك. دلوقتي احنا هنشوف اي شات نجرب فيه علامه الطمس وهنجربها سوا مع بعض. طيب علامه الطمس بقى بالذات محتاجه حاجه معينه انت لازم تعملها عشان تشتغل معاك. انت هتخش على اي شات عادي جدا وتجيب اي مسج، هتنزل في اخر المسج تحت على اليمين من عند كلمه معدله دي كده وتضغط على المسج، يجيلك علامه الطمس بدون اي مشاكل. يعني انت بتضغط على اخر كلمه اللي هو كلمه معدله من على اليمين، اللي هو يعني يعتبر على الوقت بتاع المسج ولا حاجه. لكن لو انت جيت عملت زي ما انا لسه عامل دلوقتي ودوست على نص المسج هتجيلك الكلام على المسج ذات نفسها. اما لو جيت ضغطت تحت كده هتلاقي الدنيا ظبطت معاك والموضوع بقى تمام والعلامه اشتغلت والدنيا بقت زي الفل. بس يعني ده كانت الحاجه المهمه اللي لازم تعملها في علامه الطمس، عشان ما يجيش الاقي ناس بتدوس في نص المسج وبتلاقي الكلام ظهر لك. لا انا بعمل الموضوع ده هوت، لان انت بتدوس على الوقت بتاع المسج فبيظهر لك العلامه بشكل كويس. بس يعني دي كانت كل حاجه بالنسبه لعلامه الطمس، لان دي اهم حاجه اصلا كانت في نسخه التليجرام اللي كل الناس كانت عايزاها، يعني دي الحاجه اللي كله كان بيدور عليها. لو جيت بقى نبص على الحاجات العاديه اللي احنا عارفينها اللي هو شبه الايموجي والكلام ده كله، تلاقي الايموجي عادي جدا، ايموجي ايفون، والخط في النسخه خط ايفون، وكل الحاجات اللي في النسخ بتاعه التليجرام لا عادي موجوده برضو في نسخه التليجرام ديت، واللي هو الموضوع تمام. حتى برضو لو جيت تكتب اي حاجه هتلاقي في لوحه الكتابه الخط برضو مظبوط ايفون والدنيا كويسه، يعني مفيش اي مشاكل. بس كده يا معلم انا هسيب لك بقى ملف النسخه ديت موجود في قناه التليجرام، هتروح تحمله عادي، ملف الدنيا سهله، مش هسيب لك اي روابط معقده. وبس كده، سلام.